كمان مش بين أنت اللي ذكرته، هذا كله بين المتدينين. نعم. مشاهدين اقرأ يعني أظن أغلبهم يعتبروا متدينين أو ملتزمين. نعم. نظرة المتدين لغير الله المتدين أو العصاة أو يعني وهذه كان الرسول عليه الصلاة والسلام حريص أنه يؤصل في المجتمع الإسلامي أنه إحنا ما ننبذ أحد الله وما نحكم على أحد. من ذلك من القصص اللي أنا يعني تمس قلبي حقيقة يعني، وأرى فيها عظمة محمد يعني صلى الله عليه وسلم، لما كان يأتيه واحد يشرب الخمر، وكان والله أعلم يظهر أنه مدمن الخمر، فكان دائما يأتي يعزر، لسه كان حد الخمر ما نزل، فكان يعزر يعني يشيلوا الجزمة الله يكرمك ويضربوه فيها. ده كان حد الخمر ساعتها، تعزير يعني، كان حد الخمر ساعتها. فكان يضربوه وبعدين يذهب، بعدين يجيهم بعد أسبوع نعم شارب خمر يضربوه. فجاء مرة شارب خمر، نعم، فالصحابي جنب الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، يا أخي هرانا ده كل شوية جاي يشرب خمرة، جاي ما حيبطل، ولعنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جميل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنه عليه الصلاة والسلام، إنه رجل يحب الله ورسوله، عليه الصلاة والسلام، مع أنه شارب خمر. وكان الرواية أنه يعزر وبعدين يجي جنب الرسول عليه الصلاة والسلام يسمر معه، لأنه كان صاحب نكتة، النبي بيهزر مع وكان يحبه، فكان بعد ما يعزر فورا يخلص يجي يجلس جنب الرسول عليه السلام ويتكلم معه. الله، هذا مفهوم كان الرسول عليه السلام حابب يوصله. إذا أردنا أن نطبق اليوم بحذافيره، معناها أنت يا متدين لما تخرج الشارع الآن في القاهرة وتشوف أحد خارج من ديسكو سكران، ما تحكم عليه الله إنه أنت خير منه ولا بذرة، لأنه أنت ما أنت عارف هذا الشخص مبتلى بالخمر كإدمان وبحاول يبطل ولا لا، ما أنت عارف، يمكن يا أخي صار له سنين بيسجد لربنا أنه يرفع عنه هذا البلاء وما هو قادر من ضعفه، ما أنت عارف أنه يمكن له حسنة لا يعلمها أحد إلا الله يدخل بها الجنة، وما أنت عارف أنت سيختم بك على إيش. نعم، قد يختم بك على الكفر. نعم. والعياذ بالله. الله. ويصير ده في الجنة وحضرتك في النار لأنه شايف نفسك عليه. وكلام أيضا للمحجبات، لأنه هذه الشريحة اللي بتفرج يمكن على إقرأ. نعم. هل ممكن أن نشوفي واحدة في البحر